التمر، هذه الفاكهة الصغيرة التي تحمل بين طياتها تاريخا طويلا وغنيا. إنه ليس مجرد غذاء، إنه رمز للكرم والصحة وحياة كاملة ممتدة عبر الحضارات. ولكن ما الذي يجعل التمر مميزا لهذه الدرجة؟ دعونا ننطلق في رحلة لاستكشاف أسرار هذه اللؤلؤة الطبيعية. نبدأ مع عالم التمور الواسع. قد يفاجئك معرفة أن هناك أنواعاً عديدة من التمر، لكل منها مذاقه الخاص وقيمته الغذائية المميزة. أولاً، لدينا تمر المجدول الذي يلقب بملك التمور. لماذا؟ لأن طعمه حلو للغاية وقوامه طري مثل الكراميل، يجعل منه خياراً مثالياً للوجبات الخفيفة الطبيعية. ثم لدينا تمر العجوة، وهو الأكثر شهرة في الثقافات الإسلامية، حيث يقال إنه جزء من التراث النبوي وله فوائد صحية قوية. وهناك أيضا تمر الخلاص الذي يتميز بمذاقه المعتدل وقوامه الناعم، يعتبر خيارا ممتازا للشاي أو القهوة في المناسبات. وعلى الجانب الآخر تمر السكري الذي يحمل اسما يعبر تماما عن مذاقه، فهو شديد الحلاوة ويشعر بانتعاش خاص مع كظمة منه. لكن التمر شنه مجرد تنوع في الطعم، إن كنز غذائي لا يضاهى. دعونا نتحدث عن فوائده الصحية المذهلة. أولاً، التمر مليء بالألياف الغذائية مما يجعله مفيداً جداً لصحة الجهاز الهضمي. تناول التمر بانتظام يساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. ثانياً، التمر غني بالبوتاسيوم، وهو معدن مهم لصحة القلب والمحافظة على ضغط الدم في مستويات طبيعية. إضافة إلى ذلك، يحتوي التمر على مجموعة من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين بي 6 وكمية جيدة من المغنيسيوم، ما يدعم وظائف الجسم بشكل عام. وماذا عن الطاقة؟ التمر يعد مصدراً ممتازاً للطاقة الطبيعية، فهو مليء بالسكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز التي توفر دفعة من النشاط بدون الانهيار الذي يحدث عادة مع السكر الصناعي. لهذا السبب هو غذاء الرياضيين المحبب خلال التمارين أو بعدها. وللأمهات الحوامل التمر له فوائد خاصة جداً. يقال إنه يساعد على تخفيف آلام الولادة الطبيعية وتحسين تقلصات الرحم، كما أنه يدعم صحة الأم بعد الولادة ويساعد في تعزيز إنتاج الحليب الطبيعي. لكن فوائده ليست فقط للصحة، التمر له مكانة خاصة في الثقافة العربية والإسلامية. تناول التمر عند الإفطار في رمضان هو تقليد يحمل معنى روحي وتاريخي، وقد كان جزءاً من غذاء البدو والمسافرين عبر الصحراء، لأنهم أدركوا منذ زمن طويل قيمته الغذائية وقدرته على مدهم بالطاقة. إلى هنا قد يتساءل البعض: كيف يمكننا إدخال التمر إلى نظامنا الغذائي بشكل مميز؟ الخيارات لا حدود لها. تناوله كما هو كوجبة خفيفة، إضافته إلى العصائر الطبيعية، أو حتى التزيين به في الحلويات. التمر يتكيف مع كل الأذواق. التمر ليس مجرد فاكهة، إنه علاقة ثقافية وصحية تمتد عبر الأجيال. في كل مرة تنول مرة تذكر أنك لا تستمتع فقط بالطعم، بل تستعيد جزءاً من تاريخ غني وحياة صحية. فهل تجعله جزءاً أساسياً من يومك؟ القرار بين يديك.